بلش شنو بس يبلش يلا هسه فوتني على المدرسة خلينا نعلق. اهتف من مصنع الرجولة، من مصنع الرجولة مدينة القورية. نحن الآن أمام أحد المدارس، مدارس البعث. اليوم الطلاب يعانون معاناة كبيرة، فأبناء جلدتنا يسممون أفكار أطفالنا بأفكار البعث المهترئة. امشي معي إذا سمحت. طبعا اليوم نحن بتاريخ 21/11/2011. حرية خلافة غصب عنك يا أسد، 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 حرية خلافة غصب عنك يا أسد. لا لكبت أفكار أطفالنا وأبنائنا. نحن نريد جيلا حرا يعيش بكرامة. حرية خلافة غصب عنك يا أسد. هذه مدرسة من مدارس البعث المحترق. اليوم أطفال حمص يقتلون والنساء تنتهك أعراضها، وما زلنا ننادي بأفكار البعث إذا سمحت. فلذلك اليوم القورية مدينة مستقلة غصبا عنك يا أرنب وغصبا عن زبانيتك، وأنا تعرفني بالاسم، وجماعتك في دير الزور شبيحتك يعرفونني. تفضل يا أخي، تبا لك يا أسد. طبعا هذه مدخل المدرسة. هناك من يعاقب الطلاب ويفصلهم من أجل كلمة. يا أخي هذه أصبحت ثقافة. الناس تنظر إلى محطات الإعلام وترى الأطفال والدماء، فمن حق الطفل أن يعبر يا أخي. تجي تقمعه مرة ثانية وتكبتوه. تفضل. البلد بلدنا، وسوريا للشعب السوري، مو للأسد الكلب هو وأسياد إيران. ونتحداهم من مصنع الرجولة مدينة القورية. تفضل. مدارسنا ستكون حرة رغما عنها. تفضل. تعال صور. انا فاهم شنو هذا سفاح. لا تحط عليه بالصورة لانه راح عشر. روح على جنب. رموز البعث هذا اللي يعني يقرا افكارنا ولساننا. انا ما جاي عليه شخصيا، انا جاي على منطق تربوي يخص الناس كلها. يا ابو محمد، يا ابو محمد، ابو محمد هو احمد مدرس اخته حاطين رمز نحن عم يكتب فيه ابنائنا. وين يا اولاد؟ وين؟ زين هذا واحد ارجع ابو محمد اذا سمحت. ابو محمد في مدرسه ابو مخلص والنص البشر الكلب. ابعد ابو محمد رجعني اذا سمحت. بعد حالكم اللي عارف المسؤوليه فلازم بشار خفيف ضاغط على الحيط وكأنه يريد أن يبقى إلى الأبد على كرسي. فساد يا بشار الأسد، وتحيا سوريا حرة أبية خالية من عصابات الأسد.
ديك وين فاهم انا يا اخي لا خلي على البيت ما نتفهم جوز امه عفوا ليه ذكر لي خزيها وخطيها وكل من حيفر عليه هيعرف عليه لماذا لا نضع هذه الآية القرآنية التي هي من قيمنا ومن إسلامنا فليخشى الأسد وتخشى هذه الإقامة ونحن هنا في مدينة كوريا نتحداك يا أسد ونتحدى أعوانك وأسيادك الإيرانيين نحن شعب حر رغبا من كيد الكائدين لا نقبل أن يكون السفاح رمز لأطفالنا لا نريد أفكار بعث محترئة هذا الحقير مسك السلطة هو وأبوه منذ 41 عاما لنا الحق أن نأخذ أرضنا ووطننا وأن نعيش في وطن دافئ يجمعنا جميعا كافة أنماط المجتمع السوري. تعال مسألة مي شخصية بينك وبين محمد المسألة حب الاتهام اللي بدك إياه أنا زلمة ما بخاف غير من الله أنا ما عندي ما انت لازم تحترمنا لا أنا محترمك لما جاي بيتك أحترمك لكن أنا جاي لازم تحترمني يا أحمد أنا جاي على مرفق حكومي على مرفق حكومي ماشي تثبيتك لكن أنا ماشي من عمي ده أنت المفروض تحترمني أنا يا أحمد أنا كشخص محترمك وأنت عم تقوم بدورك لكن أنت في الطلاب ونحن ما عم نشجعهم لكن يا أخي استوعبوا داخل المدرسة استوعبوا مراهقين شو سوينا احنا فيهم؟ أيوة باطل الشعب مريم باطل الشعب هذا مريم رجاء إذا سمحتوا رجاء إذا سمحتوا خسئت يا أسد خسئت يا أسد مسك لي لا روح أنت اطلع برا روح خسئت يا كسيس يا كسيس يا من قتلته ويا من سحبت أعراض بنات جسر الشجور وأنت وأزلامك الشبيحة خسئت 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 يا خسيس خسئت يا حقير وأنا الثقافة وأنا مسؤول عنها قديش كلف الرسول هذا خلي عندك الساعة أنا راضي خسئت يا أسد من هنا من مدينة القورية مصنع الرجولة نحن لا نقبل برمز السفاح في مرافقنا الحكومية وخاصة التربوية منها سوف يكون لنا هدف أي مدرس يستهدف أطفالنا ويتمم أفكارهم بأفكار البعث المهترئة بس يا أحمد كافي خلاص ممكن هذا مو كافي لا هذا الأسقاط لأنه هذا هو اللي أسس إمبراطورية الأسد صفت سوريا تحكم عن طريق عائلة تحكم يا أخي نحن نظام جمهوري ونقبل بالتعددية وأتحداك يا أسد لأي مناظرة بس مو بالقوة بها القوة وأكثر ثبت يداك يا أسد لا تقول لي أمة عربية واحدة صح ولا صح هذه صح لكن ذات الرسالة شنو معنى الرسالة يا أحمد؟ لكن الرسالة الإسلام يا أحمد الرسالة الإسلام لكن هذا خرج عن المحور العربي وأصبح تابع للمحور الصفوي الفارسي صح شئت مو صح مو صح بس ذات الرسالة خارجة يا أخي أنا هذا الشغل أتذكر منه بالصورة وغير الصورة زين أنا أتحمل أي مسؤولية ما إلك علاقة أنت ولا غيرك تزعل مني ازعل يا ابن عمي زين هذا وهسه ارفع تقرير للقيادة زين ما ارفع لك تقرير ليش بس ما احترمتني شغل لا احترمك لشخصك لكن الامن هم اللي يدافعون عن مدارسك مو انت توقف بوجه ابن عمك بجانب فتنة عشائرية خاسئون تقتل اولادنا واطفالنا اذا من بارد اين انتم يا عرب اين انتم يا مسلمون